بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم في هذه الحلقة وهي رقم 32 في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية. وأقول لكم في البدء أحييكم تحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة عزيزي المشاهد أدعوكم إلى سياحة لغوية في شيء من فنون الإعراب، وذلك استجابة لما لمح إليه أو صرح به الشيخ الفاضل برهان سعيد حفظه الله ورعاه في لقاء كريم جمعني به في هذه القناة المباركة قبل فترة من الزمن. وكان حديثنا في ذلك اللقاء عن دور وأهمية بل وخطورة وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كانت المشاركة بصحبته أي بصحبة فضيلته بلغة التجرينية. وتحدث فضيلته عن ضرورة معرفة فنون الإعراب في هذه اللغة العربية استجابة لتلك الدعوة الكريمة. أيها الأخوة المشاهدون الكرام، يعني استجابة لتلك الدعوة من ناحية، وتمشيا مع الأهداف العامة للبرنامج، أي برنامج مع اللغة العربية. وإن كنا سادة المشاهدين قد تأخرنا في طرق هذا اللون في الحلقات التي سبقت هذه الحلقة، وقد تجاوزت 30 حلقة بحمده ومنه، أي بحمد الله تعالى. ها نحن اليوم وعبر هذه الحلقة نتطرق إلى شيء من فنون الإعراب في اللغة العربية، ليست الحلقة كاملها لكن في جزء من أجزاء هذه الحلقة. ودعونا نبدأ أيها الأخوة المشاهدون والمشاهدات الفضليات بهذا المدخل الذي قرأته وقد استحسنت الابتداء به: حمدت من عظمت منته وسبغت نعمته وسبقت غضبه رحمته وتمت كلمته ونفذت مشيئته وبلغت قضيته. حمدته حمد مقر بربوبيته متخضع لعبوديته متنصل من خطيئته متفرد بتوحيده مؤمل منه مغفرة تنجيه يوم يشغل عن فصيلته وبنيه. ونستعينه ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه. وشهدت له شهود مخلص موقن، وفردته تفرد مؤمن متيقن، ووحدته توحيد عبد مذعن ليس له شريك في ملكه ولم يكن له ولي في صنعه، جل عن مشير ووزير وعن عون معين ونصير ونظير. علم فستر وبطن فخبر وملك فقهر وعصي فغفر وحكم فعدل، لم يزل ولن يزول، ليس كمثله شيء، وهو قبل كل شيء، وهو بعد كل شيء،
رب متعزز بعزته، متمكن بقوته، متقدس بعلوه، متكبر بسموه، ليس يدركه بصر ولم يحط به نظر، قوي منيع بصير سميع رؤوف رحيم. عجز عن وصفه من يصفه، وضل عن نعته من يعرفه. قرب فبعد، وبعد فقرب، يجيب دعوة من يدعوه، ويرزقه ويحبوه. ذو لطف خفي، وبطش قوي، ورحمة موسعة، وعقوبة موجعة. رحمته جنة عريضة منقة، وعقوبته جحيم ممدودة موبقة. عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، نأتي الآن إلى شيء من فنون الإعراب. مفتتحا لهذا الفن، دعونا نتساءل فنقول: ما هو الإعراب؟ الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة للعوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. ودائما اللغويون يقولون الكلمة وليس الحديث. حتى في ألفية ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد فاستقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم. وفي القرآن الكريم عزيز المشاهد والمشاهدة الفضلى، ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وكلم الله موسى تكليما. واختص الحديث أو عبارة الحديث لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا نقول كلام المصطفى، ولكننا نقول حديث المصطفى. ويمكن علماءنا الأفاضل أن يفيدونا لماذا اختص كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو تشريعا، اختص بالحديث، وكلام الله سبحانه وتعالى حتى نقول كلام الله لا نقول حديث الله. وكذلك ندعو المختصين والمهتمين بفنون اللغة وأشرافها وفي شرف هذه اللغة عبر هذه القناة المباركة أن يفيدونا في ذلك، ولكنها وردت هكذا عفو الخاطر: الفرق بين الكلمة والحديث. في علم الإعراب وفي علم النحو دائما تذكر الكلمة، وعطفا أو مفتتحا لذلك ففي الأجرومية ذكرت الكلمة، فيقولون إن الكلام هو اللفظ المركب بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، هذا على سبيل المثال. لم يقولون الحديث هو اللفظ المركب، ولكن الكلام هو اللفظ المركب. ومن هنا فإن الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة للعوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وسنأتي في يوم من الأيام أو في حلقة من حلقات هذا البرنامج أو في حلقة من حلقاته سنأتي ونتحدث عن الكلمة والذي سبق ذكره. ماذا يعني الاسم؟ يعني الجملة أو الكلمة تتركب من اسم وفعل وحرف. وبماذا يعرف الفعل والاسم والحرف ودلالة كل منهما، وماذا هي مهمة الاسم، أو كيف يأتي
وكيف تتغير حركاته وفقا للعوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. سنرى ذلك أيها الإخوة المشاهدون. وقبل أن أشير إلى شيء من ذلك، دعوني أتحدث قليلا عن عشقي وحبي لهذا الفن من اللغة العربية، وهو فن الإعراب. وأنت إذا أخذت المسائل بأسبابها أو تعلمتها علما دقيقا، بدأتها من حيث الكلمة ماذا تعني وما إلى ذلك، وحفظت شيئا من قوانين والأشياء الأساسية في فن الإعراب، فإن فن الإعراب وأنت تقرأ، سواء تقرأ كتاب الله عز وجل أو تقرأ في الحديث أو تقرأ أي كلام عربي مكتوب كتابة سليمة، فإنك تستمتع بتلك الكلمات وتقرأ وأنت تعرف الفاعل من المفعول به من المجرور، تعرف علامات الرفع ما هي، ثم تعرف علامات النصب وعلامات الخفض وأيهما يتعلق بذلك، فأنت تقرأ وتعرب. والإعراب يساعد القارئ على فهم ما يقرأ، والذي يقرأ ويعرب كما نتحدث اليوم عزيزي المشاهد قدر المستطاع، فإن المستمع كذلك يستمتع بالمشاهدة معك وهو يعرب معك، لأن الإعراب أو القراءة الصحيحة المعتمدة على الإعراب فإنها تساعد على إيصال المعنى إلى المستمع والمشاهد، أيا كان مستوى ذلك الكلام وأيا كان النوع وصنف الذي تتحدث عنه، شريطة أن يكون منضبطا بقواعد الإعراب وفنونه، ويسري عليه أو يعتمد المتحدث أو القارئ أن يكون ملما بأسس القواعد التي تنعكس على فن الإعراب أو أنت تعرف. ولماذا اهتم اللغويون بفن الإعراب؟ أنت لا يطلب منك أن تعرب وأنت تتحدث، ولكن وضع الكلمة في مكانها الصحيح إن كانت مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة، فإن ذلك يعني أنك تدرك فن الإعراب، أنت تقرأ صحيحا. ولكن ليتعلم الناس كيف يقرؤون قراءة صحيحة، فإن الإعراب إذا ما طلب منك ذلك، إذا ما أعربت إعرابا صحيحا للكلمة أو للجملة المفيدة كما هو معروف، ذلك يعني أنك ستقرأ قراءة سليمة معافاة من كل تصحيف وخطأ لغوي. وقديما كانوا يهتمون بالقراءة الصحيحة حتى لا يلتبس الفهم على المستمع والمشاهد أحيانا، لأن هناك من يستمع وليس له إمكانية المشاهدة، وهناك من يشاهد بمعنى يقرأ وليس له إمكانية السماع. لذلك عندما كنت في يوم من الأيام مدرسا للغة العربية هذه بمدرسة الجالية العربية قبل أن تصبح اليوم مدرسة الأمل، وقد فقدت آمالها وأحلامها بعد أن تنكبت تلك المدرسة بفعل الفاعل المستعمر المحتل اليوم، فقدت أملها وتخلت عن تراثها الذي
درجت عليه منذ أسسها أولئك الأخيار الذين أسسوا مدرسة الجالية العربية. وقد خرجت تلك المدرسة، وأنا سأتحدث في يوم من الأيام عن هذه المدرسة كيف ساهمت في نشر اللغة العربية في البلاد. وبالتالي عندما جئت معلما في العام 1991، حيث كان في ذلك العهد سماحة الشيخ مفتي الديار الراحل فضيلة الشيخ الأمين عثمان الأمين كان على رأس المدرسة أو مديرا لها، فتقدمنا 3 من المعلمين الذين وصلنا البلاد بصحبة القافلة الطلابية الأولى للبلاد، محملين بشيء من الأدوية ومواد البناء وشيئا من الثقافة والعلم. فتقدمنا أنا والشهيد المعتقل الأستاذ محمد طاهر الذي اختفى عن الأنظار من عام 1994 وحتى تاريخه، والأستاذ عبد الرحمن إبراهيم. 3 التحقنا بهذه المدرسة، ورحب بنا فضيلة الشيخ سماحة المفتي الراحل له الرحمة. فتسلمت جدول 4 فصول لتدريس اللغة العربية في المرحلة الإعدادية، وكنت بين فينة وأخرى أقدم شيئا كذلك للمرحلة الثانوية، لكنني كنت مكلفا بتدريس 4 فصول، فصلي للبنين وفصلي للبنات، وكنت مشرفا على فصل من الفصلين للبنات. كنت ساعتها وكما أنا بحمده تعالى مولعا بفن الإعراب. وقد يتذكر طلابي الذين كانت سانحة طيبة أن قدمت لهم شيئا من أدب اللغة وفنونها يستمعون إلي اليوم، ربما يتذكرون ذلك. وكنت أدرس هذه اللغة العربية التي أحبها وأعمل لها وبها ومن أجلها حتى أن تعود الروح إلى مالكها وبارئها، وسنظل كذلك. فبدأت معهم في واحدة من مادة اللغة العربية، جزء منها كان النحو والقواعد. فعندما تحدثت يعني بدأت أتحدث لهم عن الإعراب، وقد تسلمت تلك المادة أو الفصول من الأستاذ رحمة الله عليه الأستاذ الفاضل أحمد درس. وأنا أتذكر من الذاكرة وأنحت في تلك الذاكرة، والكلام ده قبل 31 عام تقريبا يعني، أو بالضبط يعني. فتسلمت الجدول من الأستاذ أحمد درس رحمة الله عليه، كان متقدما في السن شيئا ما، وكنا نحن في ذلك العهد في فورانا الشباب والقوة كانت على أشدها. فكنت أركز على فن الإعراب، والجماعة شوية في البداية يعني كان صعبا عليهم، إلى أن والله يعني كانت لما ندخل في مادة النحو والقواعد وأطلب منهم أن يعربوا وهكذا في البدء كانت صعبة إلى الغاية ما في شك يعني، حيث اضطررت أن أراجع لهم يعني قواعد كثيرة حتى ما وصلنا إلى المرحلة الإعدادية الصف الثاني، ثم بدأنا في فنون الإعراب. وكانوا يعني أحيانا يتندرون فيقولون أستاذ الإعراب وهكذا يعني. وفعلا يعني الآن كثير من طلابي عندما أراهم وقد تقدموا الصفوف في اللغة العربية وغيرها من اللغات، بل هناك من برز منهم شعراء
وأدباء كثر، أحييهم من هنا. هناك من يعني يعترف بجميل من الله عليهم، كما من الله علينا من أساتذتنا الكرام، وعلمونا وفقهونا في هذه اللغة وحببوا إلينا هذه اللغة. فهناك من يدرك ذلك، وأنا أجلهم وأحترمهم. وبالطبع هنالك من يتناسى، وهذه طبيعة الحياة، بل هناك أحيانا من يتطاول بشكل أو آخر، ولكن نعلم أن الحياة فيها من هنا وهناك. ولكن بعد الله سبحانه وتعالى أبلينا بلاء حسنا وله الحمد والشكر. فحتى لو تنكر بعضهم، يعني أنا أقول بشكل صريح، لكن العلم الذي يحملونه هو شاهد على أن الله سبحانه وتعالى وفقنا إلى ما كان فيه الخير. المشاهدون الكرام، هذه يعني أنا قلت أحكي عنها بشكل سريع. نأتي الآن مشاهدينا الكرام إلى مفردة واحدة، وسنرى مواقعها من الإعراب. المفردة هي كلمة واحدة، وهي كلمة حتى. وهنالك مقولة مشهورة يقولون: أموت وفي نفسي شيء من حتى، أو مات وفي نفسه شيء من حتى. وربما القليلون يعلمون أن صاحب تلك المقولة هو العالم اللغوي سيبويه. ثم البعض القليل يعرف أن سيبويه تعني رائحة التفاح، وهو اللقب الذي أطلقته أم سيبويه على ابنها، لأن رائحته كانت دائما طيبة. وقد أثمر هذا العالم الجليل، وكان هو حسن المظهر جميل الطلعة. لتعلم عزيزي المشاهد أن سيبويه ذلك العالم اللغوي ليس عربيا، واسمه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر البصري، وقد ولد في شيراز قرية البيضاء. وأتحف العالم بمؤلفه الكتاب الذي فعليا اسمه الكتاب، لأن سيبويه لم يسمه، فآثر النحاة أن يسمونه الكتاب، لأنه يعتبر المرجع الأعظم في علم النحو. وكانت حتى عقدة سيبويه هذا العالم النحرير الكبير الجليل، إذ حيره هذا الحرف وأقض مضجعه، كما يقول كثير من النحاة واللغويين. حتى تعمل أحيانا، حتى هذه تعمل كأداة نصب، وأحيانا أخرى تعمل كأداة رفع، بل والمصيبة أحيانا أنها تعمل كأداة جر، لأن أي كلمة خاصة يعني إما أن تكون مرفوعة أو مضمومة أو منصوبة، ولا يوجد حرف في اللغة العربية يعمل بهذه الإمكانيات العظيمة كما تعمله حتى. لا ريب إن الأمر مرعب بما فيه الكفاية لمن يكره النحو والقواعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: سلام هي حتى مطلع الفجر. مطلع مكسورة الآخر، وكذلك الفجر نقول سلام هي حتى مطلع الفجر. فحرف حتى في تلك الجملة أو في الآية الكريمة كان بمعنى إلى، يعني سلام هي إلى مطلع الفجر. وكذلك تأتي حتى كحرف جر،
بمعنى كما ذكرنا سلام هي إلى مطلع الفجر. ليس هذا فقط عزيز المشاهد، بل حتى هذه هي كالحرباء كما يقول اللغويون. فأحيانا تلعب دور حرف العطف كقول الشاعر: قهرناكم حتى الكما، فهذه تشبه قولنا قهرناكم والكما. وفي نفسي شيء من حتى أن حتى أحيانا تتعب من اللعب فتقرر أن تكون ابتدائية لا محل لها من الإعراب، كقولك حتى أن حتى، وكقولنا حتى أنت يا بروتس، العبارة المشهورة. فيقول الكاتب أيضا: هل لا تعرفون أن حتى تنصب الفعل المضارع مثلا كقولك سأعمل حتى أكسب المال، فهي تتخذ شكل أحرف نصب الفعل المضارع مثل أن ولن وكي ولا مكي وحتى والجواب بالفاء. ونستطيع أن نقول سأعمل كي أكسب المال، أو سأعمل حتى أكسب المال، ولربما نقول سرت حتى أدخل البلد. نتوقف هنا عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة في فاصل قصير، ثم نعود ونكمل حديثنا عن حتى هذه. وحتى أعود إليكم أتمنى لكم وقتا أو لحظات طيبات. كونوا معنا مشاهدين الكرام. عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، عدنا إليكم والعود أحمد. حتى تعمل عمل أحرف نصب المضارع وأحرف الجر وأحرف العطف. وأحرف العطف عزيزي المشاهد والمشاهدة الكريمة هي كثيرة، أشهرها لكن، ثم، أو، وبل، وحتى، والواو، والفاء، وأم. كذلك أحيانا يحلو لحتى أن تكون ابتدائية لا محل لها من الإعراب، وحتى لو كانت ابتدائية فهي بطريقة أو أخرى ترفع شيئا ما، كقولنا حتى رأس السمكة أكلته. ولمحب السمك هذه 3 أمثلة بسيطة على ما سبق. فإذا ما قلت أكلت السمكة حتى رأسها، فحتى هنا حرف عطف. وأكلت السمكة، وإذا ما قلت أكلت السمكة حتى رأسها، فهنا حتى أصبحت حرف جر، ولذلك أعطينا الكسرة رأسها. وفي الإعراب على سبيل المثال إذا ما أردت أن تعرب أكلت السمكة حتى رأسها، أكلت فعل وفاعل، وحد الفعل أكل، والتاء ضمير المتكلم في محل رفع فاعل، والسمكة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، حتى حرف جر، ورأسها رأس مجرور بحتى وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، رأس مضاف والهاء مضاف إليها. هذا على سبيل المثال. وإذا ما قلت أكلت السمكة وحتى رأس السمكة، أو قلت حتى رأس السمكة أكلته، يعني بدأت الجملة فقلت حتى رأس السمكة أكلته، هنا حتى ابتدائية لا محل لها من الإعراب.
وإذا ما قلت سآكل السمكة حتى أصل إلى رأسها بمعنى أداة نصب مثل الفعل المضارع أصل، وللدقة نسميها حرف غاية. هذا ما وددت أن أتحدث عن حتى، وكيف تتغير حتى في فن من فنون الإعراب. الآن عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، طالما هذه اللغة هي بهذا الجمال ولها أسرار وخصائص، واحدة من خصائص هذه اللغة الجميلة الشريفة تعدد دلالة الفعل الواحد وتعدد العمل النحوي معها، وذلك نقلا سيداتي سادتي مما كتبه الدكتور جمال عبد العزيز أحمد. يقول الدكتور: هذه الظاهرة اللغوية التي خلاصتها تعدد دلالات الفعل الواحد وتعدد وظائفها النحوية وعملها الإعرابي تتراءى كثيرا للمتخصص في النحو وعلوم اللغة، ويلحظها كثيرا في التراكيب القرآنية. فمن ذلك مثلا الفعل ظن، حيث نجد له معاني متعددة تصل إلى 3 معاني، وكل واحدة له دلالة مختلفة وعمل نحوي مختلف يتبع اختلاف المعنى اختلاف العمل النحوي وتعدده وفق سياقات الكلام. فأصل ظن أنها تأتي بمعنى شك، فهي في الأصل من أفعال الشك والرجحان. نقول: ظننت زيدا مسافرا، أي شككت في سفره ولم أتيقن منه. وبابه رد يرد، أو باب نصر ينصر. وهذه اللفظة بهذا المعنى تتعدد إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وتدخل تحت باب ظن وأخواتها. وظن وأخواتها هذه تنصب المبتدأ والخبر، على خلاف أن كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. تقول: كان الليل جميلا، أو كان الليل طويلا. وإن وأخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر. تقول: إن الليل جميل، وإن الليل طويل. ومن أخوات ظن التي تنصب المبتدأ وتنصب الخبر، من أخواتها وجد، رأى، حسب، جعل، زعم، خال، اتخذ، وعلم. فتقول على سبيل المثال: ضاع كتابي فظننت زيدا، أي بمعنى الظن هنا الشك، اتهمته بأخذه. وتقول: راح متاعي فظننت عمرا، أي اتهمته بإخفائه. ومنه الظنين، أي المتهم. وهناك قراءة في قوله تعالى: وما هو على الغيب بظنين، بالضاء المحققة، أي بمتهم. وهذه اللفظة بتلك الدلالة تتعدى إلى مفعول به واحد لا مفعولين، وتخرج من باب ظن وأخواتها. وهناك نوع ثالث للفعل ظن، يأتي بمعنى تيقن، فيكون تماما مثل علم ورأى، وهو ما أشرنا إليه من أفعال اليقين. قوله تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
أي يتيقنون ملاقاة الله ولا يشكون، لأن المقام هنا مقام مدح لا مقام الذم. ومنه قوله تعالى أيضا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. فهم يظنون أي يعتقدون جازمين ويتيقنون من ملاقاة ربهم سبحانه. ومنه قوله تعالى: وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، لأنه على فراش الموت ولا مجال للشك ولا للظن بمفهومه الأصلي، بل المقام مقام يقين وعلم وتسليم واعتقاد. فيتحصل للفعل ظن عندئذ 3 دلالات، وكل دلالة لها سياقها وعلمها النحوي الذي يختلف عن سياق الأخرى، وعملها النحوي. ومنه الفعل أخذ الذي نجد له معنيين. الأول منهما أخذ بمعنى تناول الشيء، نقول أخذ زيد كتابه أي تناوله بيده، وأخذ الطالب شهادته من أستاذه أي تناولها بيده. ومنه في كتابه تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن المشركين. ومنه قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. والأمر منه خذ بوزن عل بحذف الهمزة المقابلة لفاء الميزان، ومصدره أخذا. ولكن هناك نوعا آخر للفعل أخذ يدخله في باب الشروع الذي يعمل عمل كان، وعندئذ يشترط في خبره أن يكون مضارعا رافعا للضمير المستتر، وأن لا تدخله أن المصدرية الناصبة التي تخلص الفعل للمستقبل، لكونه يدل بمعناه هذا على الحال والآن، فيتعارض معه دخول أن المصدرية التي تأتي للمستقبل. نقول على سبيل المثال: أخذت أتكلم عن بحثي أي شرعت وبدأت، وأخذت أخطب الجمعة أي بدأت وشرعت، فهي بمعنى بدأ وشرع في الشيء، وتكون عندئذ من الأفعال الناسخة التي تعمل عمل كان، ولا توصف لا بتعد ولا بلزوم، حيث إنه لا ينطبق عليها لا شرط التعدي ولا شرط اللزوم. فيتحصل لديك للفعل أخذ دلالتان: الأولى التناول للشيء، والثانية البدء والشروع في فعل الشيء. فعلى القارئ الكريم للقرآن الكريم أن يكون على ذكر من تلك الدلالات حتى يتفهم سياق الأفعال في آياتها، ويقف على المعنى في محله ومكانه، فلا يخطئ الفهم ولا يبتعد عن جوهر المعنى. وتلك سمة من سمات اللغة العربية، وخصيصة من خصائصها الواضحة، حيث تتعدد المعاني لللفظة الواحدة، ويتبعها في ذلك تعدد في الوظيفة. بالتالي العمل النحوي، وهي من أهم سمات لغة الكتاب العزيز، فلغته ومعانيها بحر لا ساحل له، وجمال في جمال، وكمال في كمال، واللغة العربية بذلك ترتقي لتتناسب مع كمال وجلال القرآن الكريم الذي
نزل بها إلى آخر الحياة ونهاية الوجود. إنها عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة لغة القرآن الكريم الذي نزل في حقه قوله تعالى بلسان عربي مبين. وسنواصل بإذنه تعالى في بيان خصائص اللغة في جانب آخر من جوانبها في لقاءاتنا القادمات بإذن الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لمشاهدتكم مع فائق الاعتبار والتقدير. كنت معكم في برنامج مع اللغة العربية، برنامج أسبوعي أعده وأقدمه، محدثكم أحمد شريف. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.